احنا ليه دايما كرجاله بنتهم ان احنا مش مهتمين، مع ان انت تيجي تكلمها تقولك انا فقدت الشغف بيك، انا فقدت الحماسه في العلاقه، انا فقدت الامل في ان انت تتغير، انت فقدتي كل ده، انا فقد الشيء لا يعطيه. اعطيه ازاي؟ انا اعطيه ازاي وانا كل ده مفقود فيا؟ ده انا مفقود فيا الامل. هو ليه الراجل ككائن حي عامه ما بيصعبش على حد؟ انا عمري ما سمعت على حركه بتجيب حق الرجاله. على فكره الراجل يعني كائن حي بدائي جدا، لدرجه ان هو حتى ما لاحظش ان ما اتعملتش اي موفمنت تجيب له حقه. انت عارف عامل زي ايه؟ عامل زي السلحفه. هات سلحفه وهات راجل كده وقارن بينهم، هتلاقي ان الاثنين متطلباتهم في الحياه قليله جدا. يعني مثلا الراجل كل اللي عايزه في البيت بلاي ستيشن ودراعها مشحون، رضا. السلحفه برضو كل اللي عايزاه 4 تخرام تدخل ايديها ورجليها جواهم لما تحب تنتخ. امسك كده اي سلحفه وقلبها على ظهرها، هتلاقيها هتفضل على وضعها لحد ما حد يجي ويعدلها. هو ما بتفكركيش بحاجه السلحفه دي؟ بلاش، خليها تجيب اي سلحفه كده وهي ماشيه وتحط من فوقيها كده اي حمل، اي كوبايه، فردة جزمه، ترابيزه على قدها، اي حاجه. بتقف؟ لا. بتشتكي؟ لا ابدا. بتكمل في طريقها بكل تناكه، ولا في بالها ولا حاسه بحاجه، ماشيه كده اهو خلاص. ما بتفكركيش بحد السلحفه دي. ده غير ان هي ما بتاخدش بالها من اي حاجه تحصل. ربيت معاها كلب، جبت قطه، خدتها رميتها في جنينه، عايشتها في بانيو، غيرت لون شعرك، تخنتي 5 كيلو، هتحس ازاي؟ مخها مش بيبروسس الحاجات دي. ربنا ادالها مخ بيركز في اتجاهين بس، ما لهمش تالت. ورايا النهارده هرجع وانتخ امتى. انت متاكد انك بتتكلم على السلحفه؟ الرجاله دي بجد كائنات بسيطه جدا، وبساطتها دي هي اللي بتستفز البنات. مش قادرين يفهموا يعني ايه واحد بيصحى من النوم يشطف وشه ويلبس اي جاكيت فوق تيشيرت البيجامه وينزل شغله من غير تفاصيل. هو احنا بنحب الجاكيتات ليه؟ عشان معروف هم بنطلونين جينز، واحد فاتح وواحد غامق، و3 تيشيرتات بيمشوا بيجامه ويمشوا خروج، جاكيت واحد. ومن كتر ما شلتك بسيطه زيك محدش بيلاحظ ان هو جاكيت واحد. كل ما تنزل بيه تلاقي واحد مسكولك كده يقول لك ايوه يا عم الجاكيت الجديد، وانت لابسه تلاقيك بقالك 17 سنه مثلا. طالما بتغير اللي تحت الجاكيت اللي هو تيشيرت البيجامه خلاص انت موديل، انت فاشن بلوجر على الكشك، انت ما حدش يعرف يكلمك. تيجي هي بقى في الجاكيت اللي انت ما حلتكش غيره، عايزاك في الشتاء تقلعه وتديه لها. طب ما انا لابس تحتيه بيجامه، ما انا في تحتيه بيجامه، انت ليه عايز تبوظي لي الستايل؟ ما دولابك كله جاكيتات. انا ماليش غير رف في الدولاب. في مقارنه سريعه بين اي خروجه فيها ولد وبنت، شوف كده فرق الطلبات، شوف هي طلباتها ايه. عايزاك تاخد بالك من كل حاجه، شعرها، البرفيوم بتاعها، اللبس بتاعها، الايلاينر بتاعها. ايه الايلاينر ده؟ الايلاينر ده قلت لك اللي هو بيتحط على الرموش يطولها ويتخنها ده. لا ما حصلش. حصلوا بالاماره، جبت لك صوره مايا دياب قلت لك ده ايلاينر. مش ده البلاشر باين ده؟ صحيح. طب مش دي القضيه. الراجل بقى ايه طلباته في اي خروجه؟ تقترحي مكان علشان السلحفه اللي معاكي بتفكر في اتجاهين زي ما بلغتك، وبلاش جو الشنط الجديده الصغيره دي عشان السلحفه اللي معاكي خارجه معاها موبايل ومفاتيح ومحفظه، ولو بتدخن سجاير وولعه وهي سلحفه هتنساهم وهيروح البيت، يا هيشتري غيرهم يا هيرجع ياخدهم. ما تجيبوا شنط كبيره. ايه قصه الشنط اللي قد كده الجديده دي؟ بالاخر وهو بيلبس هدومه طلبه الوحيد في الدنيا هو عايز يعرف انا امتى هرجع تاني عشان انتخ. وهو بيلبس كل اللي في خياله متخيل عودته بدراع البلاي ستيشن قاعد على الكنبه بالتيشيرت هو بس قلع الجاكيت رحرحه. وعامه لو عايز تفهم اي بنت الموضوع وتبسطه لها، هو تشبيه واحد بس هيوصل الفكره كامله. الحمامات. ايه؟ الحمامات. خش حمام اي بنت هتلاقي بضاعه بما لا يقل عن 2800 جنيه على الرف كده. انت عارف ان الشعر الكيرلي ليه شامبو غير الشعر العادي بتاع الناس؟ ده ايه الشعر الكيرلي ده اللي هو عامل كده وده. وتلاقي على رخامه حمام اي بنت بادي لوشن وبادي سبراي وباث اند بادي وركس وباي 2 جيت 1 فري. خش يا معلم حمامك. انت لو لقيت فوطه يبقى الله اكبر، هي صابونه تدعكها في راسك تدي رغوه يبقى شامبو، تمرشها في ليفه تدعكها في جسمك تدي رغوه بقت شاور جيل. عارف لو دعكتها في فرشه سنان ايه تدي رغوه بقت معجون سنان. صابونه. ويقولوا لنا فقدوا الشغف فينا. انا اخويا نزل يتفرج على الماتش في القهوه عشان مكسل يدور على ريموت التلفزيون 5 دقايق. خليه على كده وبس، ده كائن تخليه على كده وبس، منتهى السلحفه. قوم يا عم قوم نشوف ورانا ايه.